السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. واحد الوصفة، واحد الطياب خفيف ظريف دغيا كيوجد. مثلا هذا بالصيف هاد الشي كيجي خفيف. هذا روز بسماتي، ديما عندي هذا الروز بسماتي كيجي خفيف وكيطيب دغيا كيجي لذيذ. هنا الجناوح، جدت الجناوح، درت شوية الهريسة، الربيع، بصلة محكوكة، الحامض، تومة معصرة، وشرملتهم بالعطرية، التوابل كلهم اللي كتحتاجي شرمولة. شرملتهم وخدت شوية منهم، سلقتهم بكنورة شوية السمن، وخدت شوية منهم، شلطت البصلة وشحرتها وخليتها طاحت، ودرت معاها الجناوح. حيت الروز كل اللي كيبغيه عندي انا ناشف، وكل اللي كيبغيه عندي يكون فازق. هاد الجنيوحات دخلتهم هما وبطاطا فريت بمعلقة ديال الزيت الفران، هما وجدوا بجوج. وهذا الروز ناشف بشوية الزبدة كيجي ناشف. وهذا الروز هذا خليت البصلة طاحت بشوية الملحة، وخليت هادو يتشحروا مع هاد الجناوح. عاد غندير عليها داك الماء اللي سلقت فيه الجناوح الاخرين، غنخويه على هاد الجناوح وندير الروز، 3 ديال الروز. مضطر كيبغي الروز ما يكون فازق، ما يبغيش ناشف. هذا دابا الروز الفازق كيجي لذيذ بزاف، وما كيضيعش لك داك الماء اللي سلقتي فيه الجناوح الاولين ديال الفران. يعني يمكن لك تستافدي منه، حيت مريقه زوينه ما تستاهلش تلاح. هادو الجناوح بالنسبه لهذا، وهادو الروز الناشف اللي قلت لكم عليه. هذه بطاطا فريت بمعلقه ديال الزيت، لا اقل ولا اكثر. وهنا كنقول لكم بالصحه والراحه، والطياب الصيف الصيف كل شيء حاجه لذيذه وخفيفه في نفس الوقت، ما تبقيش واقفه في الكوزينه. نقول لكم بالصحه والراحه.